حرر مصر كنا بنحررها عشان الفقير، عشان اللي غلبان، عشان اللي مش لاقي ياكل. كيلو اللحمه وصل ل 60 جنيه وبعض المناطق 65 جنيه. انا كنت عايز اكل لحمه امبارح لقيتها 60 جنيه، كنت هجيب نص كيلو ومربي اترددت وقلت لا مش هاكلها النهارده. والله دي حقيقه، بس عنده حريه، عندي كرامه. لا هياش بالاكل ولا باللحمه ولا بالفراخ، هناكل مع بعض اي حاجه موجوده، ومش هنمشي من ميدان التحرير الا لما يطلع اخر واحد فقير يقول خلاص الحمد لله. دي حقيقه. ما بيهمناش مين هيمسك الباب، ما كناش نازلين عشان نشيل حسني. هو حسني مين؟ انا مش ضد حسني، احنا ضد النظام، ضد القمع مع الديمقراطية. ايا كان هيمسك الرئيس هيكون فعلا خايف على البلد دي بدون اي مساندة. صدقوني تعالوا نبني البلد دي مع بعض، كلنا نتكاتف ايد واحدة زي شعرنا، كلنا ايد واحدة ان شاء الله هنبني البلد دي. هتبقى صعبة لكن ان شاء الله هنبنيها. النقطة الثانية اللي عشان ما اطولش عليكم اللي عايز اتكلم فيها البطالة. زادت نسبة البطالة من بعد يوم 25 يناير، يوم الشرف، يوم الحرية، زادت نسبة البطالة. طب نعمل ايه؟ ان شاء الله هنهتم بالمشروعات الصغيرة. يعني ايه هنهتم بالمشروعات الصغيرة؟ المشروعات الصغيرة بتتبني على الشباب، لكن كان بيقابلنا مشكلة كبيرة جدا ايام العهد السابق، الضرائب. كل واحد كان عشان يعمل مشروع يلاقي نفسه عمال هيدفع ضرائب اكتر ما بيربح، ويجي في الاخر يقول ده انا اخر السنه ده ما طلعليش حاجه، ده اللي طلع لي ده انا كنت ما اشتغلتش احسن. في بعض الاحيان كنا ممكن ما نشتغلش احسن ما نشتغل. ان شاء الله هنبني مع بعض، هنعمل ورش صغيره وهتبقى المشروعات الصغيره. هنطالب الدوله بالرفع النهائي للضرائب على المشروعات الصغيره. ده هيكون مطلب حزب انت مصر، وهنساعد الشباب، مش هنساعدهم بالمال لان حزب انت مصر فقير. حزب انت مصر فقير. ان شاء الله ايد بايد، ودول اول واحد موجود معاكم في المشروعات الصغيره في اي مكان، في اي مكان هتلاقيه موجود عشان اقنص الشارع اللي انتوا هتعملوه في مصر. ده هيكون موجود عشان ان اي واحد موجود فيكم كشباب يكون ان شاء الله يكون افضل مني كتوعيه، يكون افضل مني ثقافه ان شاء الله. وانا هساعده بس بدني، لان ده اللي انا املكه، ان انا اساعدك بدني. همسك المقشه